هذا نداء عاجل لجميع المغاربة. هاد الشاب اللي في الصورة هو شهيد لقمة العيش. هاد الشاب سميتو عبد الرحمن المدن ابن مدينة مارتيل. عبد الرحمن نهار 6 في شهر 12 خرج من مارتيل ومشى حرق عمان باش يدخل سبتة، ولكن شاءت الأقدار أنه غادي يغرق وغادي يتوفى، والرياح الشرقية غادي تخرجوا في المياه الجزائرية، وهو الآن في ثلاجة مستودع الأموات بالجزائر. الآباء ديال عبد الرحمن دقوا جميع البيبان باش يداروا الإجراءات وباش يتم النقل ديالو من الجزائر إلى المغرب، ولكن بدون أي نتيجة. الآباء ديال عبد الرحمن ما طالبين شي حاجة اللي مستحيلة. الأمنية ديالهم أنهم يديروا إكرام الميت ويجيبوا ولدهم من الجزائر ويجيبوه يدفنوه في المغرب وباش يرتاحوا، حيت هاد الناس هادو حتى شي واحد ما غادي يحس بيهم. تخيل معايا انت في المغرب ولدك ولا بنتك في الثلاجة كاينه في الجزائر. كنتمنى انه تكون الرسالة وصلات، وكنتمنى كل شي بارطاجي هذا الفيديو، وكنتمناو شي تدخل من شي مسؤول مغربي او شي مسؤول جزائري وباش تكمل الاجراءات وباش يتم النقل ديال عبد الرحمن.